السلام عليكم ورحمة الله. يا صباح الفل والورد والياسمين، يا صباح الحيوية والطاقة الإيجابية. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو جديد كله نشاط وقوة وطاقة كده إيجابية، وإن شاء الله تستفيدي منه بإذن الله وتاخدي كده طاقة حلوة جدا. تابعيني لآخر الفيديو تستفيدي إن شاء الله. وقبل ما نبدأ في روتين يومنا نستعين بالله ونصلي على رسول الله ونقول اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي، اللهم اهدني ويسر الهدى لي. ونستغفر ربنا كتير ونصلي على النبي كتير. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه في فيديو النهارده. فيديو النهارده جه بعد غياب كده شويه، يعني انا دلوقتي كده بقالي شويه ما نزلتش فيديوهات، بس علشان كنت كان اول حاجه التليفون حصل فيه مشاكل وفضل بايظ كده كام يوم، وبعدين انا جيت تعبت شويه. فانا بصراحه وحشني قوي التصوير، وحشني قوي التسجيل، وحشني قوي ان انا اتابع الفيديو واشوف وصل لغايه فين. ولو حد كتب لي تعليق بفرح جدا جدا جدا. فيا ريت ما تبخليش عليا بتعليق كده حلو منك يدخل السرور على قلبي ويفرحني. ربنا يسعد قلوبكم جميعا يا رب. اول حاجه عملتها كده في يومي النهارده، عملت كده كان عندي دوره غسيل. قلت اول حاجه احط الغسيل في الغساله يتغسل بقى كده براحته، واسيبه بقى ياخد دورته عبال ما انا اعمل بقى فطار وكده. عملت بقى فطار كده خفيف، عملت كوبايه شاي مع اللي هو كانت حاجات كده جايلي من الفرن، اللي هو الدوناتس والحاجات اللي انتوا شفتوها دي يعني. قعدت كده فطرت بيها، وبعدين كانت بقى عبال ما الغساله خلصت كنت كمان مسكت البلكونه سيقتها كده تسيق حلوه، بس المقطع ده ما جيش مش عارفه ليه مش لاقياه. وبعدين نشرت الغسيل، وكان الجو النهارده حلو والشمس طالعه، وكان بصراحه يعني دافي كده. هي الدنيا لسه بتشتي ورعد وكل حاجه، بس لسه الجو دافي ما سقعش اللي هي السقعه الجامده بتاعت كل سنه دي. المهم كنت شاريه بقى هنا شويه كده هدوم للشتاء الاولادي. هو المقطع ده بصراحه مش جديد، يعني بقاله كده بتاع شهر كده ولا حاجه متصور، بس عشان ما كنتش بصور وبنزل وكده فقلت انزله لكم مع فيديو النهارده، ممكن تاخدوا منه افكار او حاجه. انا بصراحه مش حافظه الاسعار عشان اقولها، لكن هقول لكم الحاجات اللي انا جبتها، وبرده الاسعار اللي هفتكرها هقول عليها. انا جبت كده في البدايه كانوا اولادي محتاجين جواكت بقى عشان الشتاء ولو خرجنا وكده يلبسوها. فجبت لهم بقى كام نوع كده من الجاكيت مختلف شويه، يعني ما جبتش كله شبه بعض. جبت اللي هم كانوا في الاول دول بصراحه شكلهم شيك وحلوين قوي وفرو كده من جوه. جبت الازرق لابني الصغير، واللي هو الرصاصي في الاسود ده لابني الكبير. وجبت كمان الجواكت اللي هي المنفوخة دي عشان بقى لو نزلنا في برد جامد او شتاء جامد وكده يلبسوها. جبت برضو البيج ده لابني الكبير والاحمر لابني الصغير. هو سنهم مش كبير قوي بين بعض، بس انا بصراحة مش بحب اجيب شبه بعض، علشان اكيد الصغير هياخد من حاجة الكبير. فلما اجيب لده ولده شبه بعض هيفضل هو ماشي بسنين طويلة بشبه واحد، يعني فاهميني. فلا انا بحب اجيب لده حاجة لون ولده لون تاني، بس ممكن الستايل يكون واحد يعني. وجبت برضو هدوم كده للبيت، تيشرتات كده كان متبطنة من جوه، برضو هتدفي كده وهتديهم دفى. وجبت كمان التيشيرت الاسود ده كان حلو قوي وشيك جدا في اللبس لابني الكبير. وجبت كمان البلوفر ده، انا مش من هوايات البلوفرات قوي، يعني بحب التيشيرتات التقيله احسن عليها جواكت بتبقى احلى من البلوفر يعني. حتى على فكره بتدفي اكتر من البلوفر، لان البلوفر صوف ومهما كان مخرم كده فبيدخل الرطوبه والهواء ليهم. فانا بحب التيشيرتات، بس ده شكله عجبني كان شيك كده وشكله حلو. جبته برضو كنت جايباه لابني صغير، بس لقيته كبير قوي عليه فهديه لابني الكبير عشان ما يصغر عليه واديه لابني الصغير. وجبت بقى الهدوم الداخليه دي، هو طقم كده على بعضه، بيجي تيشيرت بكم عليه البنطلون بتاعه، برضو حلو قوي وهيدفيهم برضو يلبسهم بقى تحت الهدوم الداخليه. بس كده حبيت اشارك كده معاكم، يمكن تاخدوا افكار او حاجه. هاتي الحاجه بس اللي على قدك واللي اولادك محتاجينها، ما تجيبيش حاجه هتفضل معاهم بالسنين ولا العمر كله، مفيش حاجه بتفضل العمر كله. هاتي بس على احتياجاتك وقدك. دلوقتي الدنيا بقت غاليه جدا والاسعار بقت غاليه، واسعار الهدوم الاطفالي بتهيالي اغلى من الكبار كمان، اسعارها غاليه قوي. بس كده انا بجد ما كنتش فاكره الاسعار علشان اقولها، بس يعني هو تقريبا كان اللي فاكراه هو التيشيرت بس الاسود ده، لانه انا اللي مختاراه ده كان تقريبا 110. والجواكت كانت بتراوح من ما بين 250 300 200 في الحدود دي يعني، بس انا والله مش عارفه الاسعار بالظبط لان مش انا اللي كنت بدفع يعني.
بس كده نبتدي بقى كده ايه نعمل روتين حلو جدا في اوضه الاطفال. ولو اتشجعتي ولو معايا لغايه دلوقتي ما تنسينيش بلايك حلو زيك، ويلا بينا نكمل بقى هنشوف هنعمل ايه. الشقه بقى كان بقالي فتره كده مأهملاها شويه عشان انا كنت تعبانه كده شويه، ما كنتش قادره اروق ولا اعمل حاجه. بس كده لما شديت نفسي شويه قمت بقى ايه اعمل بقى، يعني مين هيعمل لنا؟ مفيش حد هيعمل لنا حاجه، لازم احنا اللي نعمل لنفسنا. فقمت بقى كده ايه مسكت بقى اوضه الاطفال، هاخد كده الموضوع واحده واحده، مش هرهق نفسي واعمل الشقه كلها واقلبها كلها مره واحده واجي اتعب في الاخر وانام وما اقدرش اعمل حاجه. واحده واحده كده، واستعيني كده بالله واستغفري ربنا كتير، وان شاء الله تلاقي نفسك خلصتي كل حاجه من غير تعب بقى ومجهود كتير وارهاق. واحده واحده اعملي كده ايه حاجه حاجه. محدش بيجري ورانا، يعني كل يوم نعمل حاجة في الشقة. هتلاقي دايما ايدك دايما في الشقة، هتلاقيها دايما نظيفة معاكي وزي الفل. اول ما تصحي كده من النوم الصبح فتحي الشبابيك كلها، حتى لو الجو ساقعة معلش فتحي بس الشبابيك حتى لو نص ساعة بس، تغير بس ايه من جو البيت علشان الموضوع ده. ما تقوليش ان انا مش هفتح الشباك عشان ما يجيلناش برد، لا بالعكس، انت لما تجددي هوا الشقة ده كده يمنع عنك الامراض ويمنع عنك التعب والبرد، بعد الشر على الجميع. فاول ما تصحي من النوم كده هوي الشقة، افتحي كل شبابيك الشقة حتى لو لمدة نص ساعة. روقي السراير مطرح النوم، طبقي البطانية او اللحاف، اعدلي كده المخدات، خلي كده الدنيا زي الفل. لو الجو حلو والشمس طالعة طلعي فرشتك بره تتشمس وتتهوى، وبعدين رجعيها تاني. هيبقى كده ايه على طول معاكي السراير بتاعتك نظيفة والاوض بتاعتك نظيفة. دايما كده خلي معايا في ايدك فوطة كده، امسحي على طول على الاسطح على السراير، ما تخليش تراب موجود في البيت. دي كده حاجات خفيفة بس هتعمليها في يومك، هتحسي ان اليوم كده ايه ان الشقة بتاعتك نظيفة على طول، ومش محتاجة ان هي تاخد منك مجهود كبير ولا وقت كتير ولا كده. انا كان هنا الاوضه كانت بصراحه محتاجه ان هي فرشه السراير تتغير. احنا كنا هنا مش الصبح، احنا كنا هنا بعد المغرب بشويه، كانت الدنيا ليلت. مسكتها كده غيرت الفرشه بتاعت السرير ونضفت بقى بالفرشه كده السراير واي اتربه موجوده، ومسحت الشباك ومسحت اللي هي لعب الاطفال دي. حبيت كده افردها اغير منها، بس طبعا بشيلها عشان اولادي ممكن يلعبوا بيها ويكسروها، هي كانت اكتر من كده بس باظ منها كتير قوي. فانا عايزه احافظ على الحبه الحلوين دول لانهم غاليين عليا قوي، بحبهم. وقلت بقى ايه غير كده من الديكور شويه، حطيت لعبه كده في النص وبعدين عطرت بقى الاوضه وفرشت كده ملايه جديده ودفايات جديده، وحطيت السجاده بتاعت الصلاه. دايما انا بحب اصلي في المكان ده، الركن ده كده خاص بالصلاة عندي، بحب كده ان انا دايما ايه اعطره واخلي ريحته حلوة. وبس كده وخلصت كده الأوضة وعطرتها وقفلتها وما شلتش بقى السجاد ولا سيقت تحت ولا حاجة لان اصلا مش محتاج. بس ايه كانت السجاد بصراحة محتاج ان هو يتنفض تنفيضة حلوة، فقلت المكنسة الكهربائية هي اللي ايه اللي هتوفر عليا الموضوع ده. شغلت كده المكنسة عليه، وان شاء الله برضو مش هطول عليها كتير وهشيل السجاد. انا بحب قوي انفض في البلكونه بالمنفضه، بحس برضو ان هو كده ايه بيتنعنش بعد المنفضه، وهسيقها. بس ما هي ما كانش محتاج كده النهارده، فعملت كده وخلاص. يلا بقى ندخل على غدانا النهارده. هنعمل كده صينيه بطاطس بالكفته، بس طريقتها حلوه جدا وسهله. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا جبت كده بطاطسيتين، يعني ايه فرش كده بس تحت الكفته. تمام. حطيت عليهم قطعت عليهم بصل طرنشات وفلفل اخضر طرنشات، عايزاه حامي او بارد بقى براحتك. وكمان بقطع عليهم طماطمايه كده طرنشات تديها طعم حلو قوي. وهحط عليهم يعني كوبايه صلصه كده، وهسيبها ايه تتسبك كده ببعضها وتستوي بس نص سوا عبال ما احضر الكفته بتاعتي. عشان انا مقطعه طماطم على البطاطس وما بحطش عليها صلصه كتير، هي بتتعمل كده بس ايه اسمها كده على ميه بيضه، يعني تبقى بس شويه صلصه صغيرين وبسيبهم يستووا فيها، وما بزودش قوي الميه عليها علشان برضو الخضار ده هينزل ميه كتير. هنيجي بقى الكفته هعصر لها كده بصلتين كبار، وبعد ما اعصرهم في الكبة هقوم جاية ماسكة انا عايزة طفل البصل بس، مش عايزة المية بتاعته عشان ما تخليش الكفتة تفك مني، فلازم اصفيه كويس جدا من المية بتاعته. وهنحتاج المية دي مش هرميها دلوقتي. تمام. اخدت بقى الطفل بتاع البصل ده هحط عليه اللحمة المفرومة، واللحمة المفرومة لما يبقى فيها سن الدهن كده بتدي للكفتة طعم حلو قوي، وكمان هنحطها على البطاطس فهتخلي البطاطس طعمها حلو.
وتحطي بقى بهارات كفتة، وطبعا تملحيها وتحطي فلفل اسمر وكزبرة ناشفة لو عندك، وتعجنيها في بعض كأنك كده ايه بتعملي عجينة. تعمليهم كويس كده بايدك علشان ايه تتماسك كده وما تفكش معانا. بتشكليها بقى بالشكل اللي انت عايزاه. انا هنا شكلتها كور كده وما عملتهاش كبيرة، عملتها كده ايه كور صغيرة. يعني دي كانت كبيرة، انا هشيل منها تاني. لما بتبقى صغيرة كده بتبقى شكلها حلو وبتستوي اسرع وبتبقى حلوة بصراحة ايه وهي كده في صينية البطاطس. تمام. كنت جايبة بقى مية البصل، حط عليها كده نقطة زيت، وحطيت عليها برضو معلقة صلصة، وكنت باخد من الخلطة دي كده على ايدي واشكل الكفتة. بتديها طعم حلو كده وبتخليها تاخد لون حلو من قدام يعني. جبت بقى مقلاية كده حطيتها على النار، حطيت فيها نقطة زيت بس، علشان كده كده الكفتة هتنزل دهون، فاحنا مش محتاجين مادة دهنية كتير يعني، عشان ما تبقاش ايه فيها مادة دهنية كده كتير وتبقى مش حلو. احنا هنكتفي بس ايه بالسنة دي عشان ما تلزقش معانا في المقلاية بتاعتنا. وبعدين قمت جايبه بقى ايه نازله بالكفته كلها كده مع بعض، وبعدين هفضل بقى اقلب فيها كده يمين وشمال لغايه بس بالراحه خالص علشان ما تفكش منك، لان هي كده لسه طريه وممكن تفك منك بسهوله. انا في واحده هنا فكت مني، بس ايه كنت اخدت بالي بقى في الباقيين. كنت بقلبها كده واحده واحده وعلى مهلها، تاخد لون من هنا ولون من هنا. بس كده اهي اخدت كده لون حلو. اهي كده كده لسه هتكمل سواها مع البطاطس، وبعدين هدخلها برضو ايه تحت الشواية تتشمع كده شوية. لو عايزة تدخليها في المرحلة دي على الفرن على طول برضو هتبقى حلوة قوي. لو عندك طاجن تعمليها فيه، الطواجن بتدي طعم حلو قوي للحاجات دي. بس بقى دخلتها بقى الفرن، اخدت كده لون كده حلو من فوق، وعملت بقى جنبها سلطة خضراء وكمان مخلل بقى الزيتون وخيار وليمون. وكانت بقى أكلة بصراحة حلوة جدا، بتأكل كده وجميلة. وانا عيلي بيحب الكفتة بصراحة، فانا بحب اعمل كده الاكل اللي ايه اللي عيلي يخليهم ياكلوه يعني. بس بقى هبتدي بقى ان انا اغرفها كده في اطباق، وعملت كمان جنبها رز ابيض. انا بحب مع الكفتة الرز الابيض بيبقى احسن من الرز بالشعرية، يعني بحس ان الرز بالشعرية ليه اكلات معينة، لكن الكفتة او اي لحمة مفرومة هتعمليها جنب الرز تبقى حلوة قوي مع الرز الابيض. بس بقى كان هنا لونها حلو، والطماطم هنا كانت بتديها طعم حلو قوي، والفلفل الاخضر كمان لما تقطعيه حلقات مع البطاطس تديها طعم حلو جدا. بس كده، ده كان غدانا النهارده، وده كان الفيديو النهارده. بتمنى يكون عجبك واستفدتي منه ولو بمعلومه بسيطه. متنسينيش بلايك حلو زيك وتعليق حلو منك في التعليقات. كانت مستويه وكانت جميله جدا، كانت البطاطس طعمها حلو ومستويه. اتفضلوا معانا. ده كان الفيديو النهارده، اشوفكم فيديوهات تانية كتير. سيبكم في رعايه الرحمن، مع السلامه.